السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أسرة قناة دينا شانل 1. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك عليه. أحب النهاردة أقدم لكم فيديوهين في فيديو واحد. طيب النهاردة عاملين مع بعض طريقة تركيب الشواية لبوتاجاز زانوسي. في ناس ما بتعرفش تركب الشواية. بصوا يا جماعة، الزرار الأولاني ده هو ده زرار الشواية اللي بتلف. تمام، عندنا المروحة وعندنا السيخ وعندنا الفرن، المروحة والشواية، نار الشواية اللي انتوا شايفينها دي. تمام، ازاي اركب الشواية زي ما انتوا شايفين كده السيخ ويلف معايا زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. بصوا يا جماعة، هناك كده جنب المروحة هتلاقوا السيخ فيه خرم كده ابيض، بتدخله في السيخ. في الاول تحسيه معصلج، هو مش معصلج معاكي، هو بتدخلي السيخ بتزقيه يعني بهدوء شوية، ما تعصبيش لان ممكن تجرحي حاجة في البوتاجاز. تمام، وكمان في البوتاجاز من فوق في حاجة زي جنش كده بتنزليه بايدك، هتشوفيه في الفيديو اللي جاي. تمام، اهو اللي انا بشاور لكم عليه ده فوق اهو. اول ما تفتحي البوتاجاز بيبقى فيه زر، يعني حته حديده كده فوق بتنزلي الجنش دوت، اللي هي الحديده بقى اللي ممدوده اللي بتشديها وبتنزل، تقومي معلقه السيخ ومثبته سن السيخ من هناك زي ما انا مورياكي كده، تدخليه في الخرم. وعلى الجنش من الناحيه التانية بتبتدي ان انتي تعلقي الجهه الاخرى، يعني بتثبتي في الخرم وبتبتدي ان انت تنزلي الجنش وتعلقي بقى السيخ. كل ده وانت فاتحه الشوايه والفرن. تمام، انت عندك البوتاجاز في حاجتين اهو كده، انا مثبته الجنش اهو، معلقه الحديده او السيخ ومثبته من الطرف التاني السيخ في الخرم نفسه. طيب البوتاجاز هنا ممكن يشتغل معاكي شوايه وفرن، وممكن يشتغل معاكي فرن ومروحه، فرن ومروحه. وكمان في اللمبة اللي انت ممكن تشوفي بيها الإضاءة لو مش عايزة تفتحي فرن البوتاجاز. تمام، فانت بتدوسي على زرار اللمبة الأخير، تمام، زي زرار الشواية بتاعت السيخ اللف كده بس. وتكوني قبلها مجهزة الفرن على أساس ان انت فاتحة النار ومسخناه، بحيث ان انت تدخلي الحاجة تكون واخدة الحرارة بتاعتها، يكون الفرن سخن. تمام، تعالي بقى نشوف طريقة الفراخ بتاعتنا النهاردة. أنا اللهم صل على سيدنا محمد جايبة فرخة 2 كيلو، وجايبة كمان وركين، وكمان أنا يعني جبت كيلو بطاطس وكيلو بصل، على أساس إن أنا أعمل معاكم تجربة الشواية دي. ودي كانت النتيجة بتاعة الفراخ. تعالوا بقى اقول لكم انا تبلت الفراخ ازاي وعملتها ازاي. هنا كنت التليفون على الشاحن، يعني التصوير اللي فات ده التليفون كان الفلاش مقفول. تمام، فما تستغربوش يعني من الاضاءة. بصوا الفراخ طلع معايا مشوية جميلة جوسي، لحم دايب، يعني زي بتاعت المحلات. الطريقة بقى يا ست الكل وست الناس وزينة البيت، ربنا يا رب يحفظنا جميعا. ورقة وقلم، هتجيبي وراك، جناحات، فرخة، لحمة، اللي انت عايزاه. تمام، انا هنا بوريكم بس يعني الفرخة بقى قطعية كده، شوفوا اللحم دايب، بسم الله ما شاء الله. التتبيلة اللي انا عاملاها بتخلي اللحم يستوي بسرعة، المذاق رائع. انا مش هشكر في نفسي ولا يعني في حاجة الا ما تجربوها بنفسكم. صلى على النبي. انا كده بشيل الفرخة بقى. اول ما طلعتها بصوا الفرخة يعني ثبتها من الجناب بالسيخ الشوي وشلتها وحطيتها على الشواية، يعني عملت حركات. بصوا طالعة عاملة ازاي، يعني حاجة كده جميلة، يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مش حاطة يا جماعة ولا صوص ولا اي حاجة، والله العظيم كله قدام عينيكم. طب يا دينا بطلي كلام بقى كتير، المقادير ايه؟ صلى على النبي يا ست الكل. خلاطك، كبتك، شوفي انت هتعملي ايه، تفرمي على ايديكي في الفرامة اي حاجة. الفرخية
عليها بصلتين كبار، بصلتين كبار. كل ده جوه الكبة أو جوه الخلاط. هتقطعي البصل دي 4 حلقات صغيرين، البصلتين، حبهان بلح جوز الطيب ناعمة وحبهان ناعم، فلفل أسمر ناعم، ورق رولة، معلش ورق رولة، برضو عايزة تحطي سليم حطي، عايزة تنعمي، هو كده كده هيتضرب في الخلاط. 6 فلفلات رومي، يعني بصلتين عليهم 6 فلفلات رومي زي ما انتوا شايفين، بصل ناعم على طول. اللون الأصفر ده اللي هو لون الفرخة لما طلع، حاجة اسمها بودرة الزعفران، بودرة الزعفران. دي كانت ماما دايما تقول لي بودرة الزعفران للحمة تدي لون وطعم. طيب يبقى بصل، فلفل ألوان، فلفل أسود ناعم، حبهان ناعم، بلح جوز الطيبة ناعمة، ملح معانا، تمام، و3 طماطمات. اضربي الخلطة دي كلها، وبهارات فراخ أو لحمة، أو ما عندكيش بهارات حطي مرقة دجاج. اضربي كل ده في الخلاط مع الكبة مع نص كوباية مية، وطلعها لي ناعمة زي ما انت شايفة كده الخلطة. طلعي لي الخلطة ناعمة كده. صينيتك يا ست الناس، وتجيبيها وتجيبي بطاطساية كبيرة أو حبتين بطاطس، قطعها لي ترانشات رفيعة، مش عميقة أو سميكة، رفيعة. فرختك تشكشكيها بالشوكة أو بالسكينة من كل ناحية، من الوراك ومن البطن ومن الصدر ومن الجناح ومن الرقبة وكل حاجة. الورك كذلك هتشكشكي تحت الجلد. أحشي التتبيلة بتاعتي، وما تنسيش تحطي ليمون في التتبيلة دي، عصرة ليمون محترمة، تمام. زي ما انا ما عامله كده، حطيتها في التلاجة وطلعتها، رصيت ترانشات البطاطس، ورحت مطلعه الفرخه اللي انا متبلاها بقالها 2-3 ساعات، ورحت حطاها على البطاطس مع شويه زيت وبس. تجيبي بقى الخلاط وتضربي لي نص كيلو طماطم. اوعي تجيبي لي صلصه فاين فودز وتحطها لي على الفرخه عشان تديكي الحمار. انا عايزه كل الطعم طبيعي، مش عايزة حاجة افتكاسة. الفرخة تجيبيها وهي واخدة الشوية كده، وتقومي جايبة كوب طماطم من اللي مضروبة في الخلاط، تمام، عليها معلقة عسل أبيض، عليها ايه، معلقة عسل أبيض. بعد ما تبلت الفرخة وثبتها كده، اقوم ضايفة بقى ايه عند السوا العسل، الطماطم بالعسل الأبيض، واسيبها على الشواية، هتطلع معاكي زي كده. جربوا الطريقة وما تنسونوش في الدعوة الحلوة، لاني بجد هتعجبكم الطريقة جدا، وسيبيها على نار هادية تستوي براحتها.